أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الثاني من مجالس العلم في الحلقة العلمية الموسومة بعلم الفرائض. وقيد ثقيل الحلقة السناث في علم الفرائض يتمثل ما كنت حصام في الحلقة ثمزورو في المجلس الأول المسائل الحقيقة ثلاثة تمثال: تعريف بعلم الفرائض نشرح يفيد في السناث أهمية علم الفرائض نفقد القيمة لعلم الفرائض في ثلاثة خصائص علم الفرائض. الساقي ما يرضى ربي ذي المجلس الثاني. رابعا مصادر علم الفرائض. العلم يسعى العناصر مصادر. المصدر مزوارو ذوال ربي. المصدر والسين السنة النبوية. المصدر والثلاثة الإجماع. المصدر والأربعة اجتهادات الصحابة. لن أربعة. المصدر مزوارو القرآن الكريم. رب سبحانه عز وجل نص قال في كتابه العزيز جملة من الآيات الدالة على هذا العلم، منها الآية 7 من سورة النساء، الآية 11 من سورة النساء، الآية 12 من سورة النساء، آية الكلالة الآية 176 من سورة النساء، سورة الأنفال الآية 75، كذلك سورة الأحزاب الآية 6. يعني مجموعة آيات سنشير إليها إن شاء الله أثناء الشروح في المجالس القادمة إن شاء الله وقدر. ربي سبحانه وتعالى القرآن الكريم يفضل في علم الفرائض. مثلا الآية 7 ربي ناد: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن ربي سبحانه يهضرد في الفريضة، يهضرد في علم الفرائض في أحكام المواريث. إن كذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. المدينة: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. ربي سبحانه يهضر بعد الناد: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. ذي المثل نقول اسمها سؤال الفريضة. فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. تلقى سورة النساء الآية 7 الآية 11 الآية 12 الآية 13 الآية 176 آية الكلالة، سورة الأنفال سورة الأحزاب الآية الأنفال 75 الأحزاب الآية 6 في القرآن الكريم. إذن العنصر أمزوارو علم الفرائض للقرآن. ذا كيف غاد الصوغة الإشارة في وضع كنيت تفاصيل ماشي هسه من بدا نخدم رزاف أدن السؤال غلي السلسة قد نسؤال المصادر أما ذا القرآن أما السنة أما الإجماع أما أقوال الصحابة أو اجتهادات الصحابة. وقيل المصدر ألف المصدر القرآن الكريم، المصدر والسين السنة النبوية، وقيل العنصر والسين. هذا هو المصدر الثاني لعلم الفرائض. وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. يهضر في الفرائض يعني إن أتفكم الفرائض الفروض لأصحابها. وقاد يديف ربي ذي القرآن ما رصد ربي النصف السدس الثلث الربع الثمن يفذرد أكا في 6 في 8 في 4. وقاد يجيوك اسم أصحاب الفروض يفذر يثين ربي سبحانه ذي القرآن تجي فروض مقدرة محددة. النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. فكثسنا يعني أصحاب الفرائض اللي يسمي القرآن من بعد الباقي يروح العصبات في هذه التفاصيل سيأتي بيانها تقدر نشرح من بعد إن شاء الله.
الدروس اللي تدل معناتها لان الصناف الورثه ماشي كيف نسن الا مقارن اصحاب الفروض هو قاعد يفذر ربي في القران انا غادي يفذر السنه النبي عليه الصلاه والسلام السعان ان سيزيام انكار ان ويتيام انتيام وكذاكي للوياض يسميس العصبات بدل مثلا ميك يوري سعر النصيب وزما سين سعر النفس نغرب وعنا خاطي ما جد ميك واحد يسيب بكلش ما إلا لان أصحاب الفروض والباقي نغاديو بالتعصيب بتطبيق الآية للذكر مثل حظ الأنثيين جد كيماك وري سعر النصيب كيماك ولا شك أنت يا دمي ولاش ما إلا واحد سدي وكلش ما سلوث مثلا أضفظون تري السن إلى آخره يعني وقال يقاس العصبات إلا صنف ثلاثة اسمه ذوي الأرحام يفيد نضرب به سورة الأحزاب الآية 6 يفيد نضرب سبحانه في سورة الأنفال الآية 75 والأرحام يفيد النبي صلى الله عليه وسلم دي السنة المطهرة وكذا كذا صنفايض ما صنف عمتيس خالتيس وكذا ذوي الأرحام الصنف ثلاثة صافي لان الصنف مزور اسم أصحاب الفروض الصنف السين اسم العصبات الصنف الثلاثة اسم ذوي الأرحام هكا النبي صلى الله عليه وسلم يناد حديث قيس السلام ثورة حديث متفق عليه أخرجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم الحق الفرائض بأهلها إلى آخر الحديث إلى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الحديث كي استفغثيد الإمام الترمذي أكذ الإمام أبو داود إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث معناه كل يونيف كيس ربي الحقيس وخدم راه تيستامون الوصية الوارث فور مثلا يون أطفضي ساراويس يختار يون السجسن يون سكراويس يجيس تيستامون وصية صدر الوصية من متى تطبق بعد الوفاة المعني ساشر يضرون ذا غفل مرا يمث أدسن الورثة باش يضفضون السنين حبست ألما بيغ الوصيين أقرا نفضو سين شو كشيني كشيني ذميسا من كوني صدر يخدم الفراق يفرق يخدم التمييز وري السعد لا راه الراويس ذيني ميغدي النبي عليه الصلاه والسلام وتسجى ثارة تيستامون الدريا نون نغي الورثه نون تيستامون الوصيه خدمت مدني ويا يولي الورثه أتجد وصيه غير معمرت وصيه غير الجامع وصيه غير الكوميتي دو فيلاج هذا خدم يثدرت الوصيه يمغذان يهليلن يموضان متسجله الوصيه الورثين ذيني من النبي عليه الصلاه والسلام يغلق الثبوتاكين الباطل يقزم هذه يضرو إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الحديث أخرجه الإمامان الترمذي وأبو داود النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه مع انتهى الميت ثروي في الاسمير الخلصار الدينيس أي غير ذي قبيليث ميكموثيون أدنتقيون سيك مغارن أسنيني نغيون سكوراويس نغيون سي فاميلتيس وين يتسالسني الفلاني أغديني سورتو ذي زيك وخدمنا الكواغضام ثورة إلا النوتير إلا بلا توثيق بلا لا وال فغانا تزيز ديال الميتني أتشجعن زدي ذا أدين تقيوم في المقفرث هذا سنيني وين يستلس نقل غدا شغل ذا كارونتي يقارسي وقال يتسالس نقل غدا معنى ربي سبحانه يعني الحديث ديال النبي عليه الصلاه والسلام نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه وقيل الحديث خرجه الامام احمد اذا ذا حديث سعد بن ابي وقاص عند سيدنا إنك جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود لي بعد حجة الوداع
يعني يغادر النبي عليه الصلاه والسلام بعد حجه الوداع، يوفى الخبر سعد بن ابي وقاص يهلك، يروح غادي يزور. من بعد يبغى يجي كلش، قال يا رسول الله اكن من لا قريب انا مثل نبغى نجي كلش في سبيل الله، اكن من لا خاطر المثسايه اتفغضين السعيده تفكر في سبيل الله باش تسلك راسك تسلك ذاك الروح. الناس يا رسول الله هاي تبغاك تجري الليلا، الناس خاطئ يوسي قبيله لا، الناس فاش تراه النصف بين سايق ياكل الليلا، الناس خاطئ النبي عليه الصلاه والسلام، الناس الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. الناس خير تجغروي ذي لي سر ولا تفقد كلش، تفقد كلش أم بعد تجغروي السثورا إفكاس الدرس، إفكاس داك الدرس النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نفهم جماعة الخير في هذه جملة أحاديث باش كانوا كنفتح إشارة وقي ذي العنصر والسين سارقة في السناف علم الفرائض، القرآن ألف باء، السنة النبوية جيم، الإجماع. ايش قصد الإجماع؟ معنى إجماع الصحابة، أجمع الصحابة على توريث الجد من جهة الأب عند عدم وجود الأب. نجمع لك الصحابة ورثا جديس مولاش باباس، يون ما يموت يجاد باباس يجاد جديس، باباس راه في ورثا، باباس يكزوان الغرس، جديس يتوحجب، يمولاش باباس أدياس جديس، أدياس جديس سباباس ماشي جديس يماس، جديس باباس. ذاك الصحابة نجمعا أجمعوا اتفقا باش أذورثا يلي سنميس أكذ ميس نميس كنفغو لا كنفغو بعدا. أجمع الصحابة على توريث ابن الابن مهما نزل وبنت الابن مهما نزلت. هذه بعض مواطن الإجماع. أكايث مثلا سؤال نغادر ثرقاثي 4 المصدر الرابع اجتهادات الصحابة. اجتهادات الصحابة المعنيس ذين اجتهد الصحابة اجتهدوا، ولكن سبحان الله الاجتهاد نسناك يسد ذو مكانيس ذي العجب. أدفتر مثال، اجتهد الصحابة في تقرير قواعد العول، اجتهد الصحابة في تقرير قواعد الرد، العول والرد. نعطيه مثال على العول. في زمن عمر بن الخطاب جات قضية، ماتت وحدة خلت زوجها وزوج خواتاتها. في زمن عمر ثموث يوث ثجاد أرجازيس أكد سنث يستماس. أمشى أرافضون في استماثين ورثا الثلثان، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، 2 على 3 2 تيير. الزوج يرث النصف. إناس لا أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر. ما زوار غير في استماثين أسنت في تغمور نسنت ينكمال صافي أرجازيس ويتساوي راه نصيبيس. ما يزوار ذو قرقاز يفكا سموريس ينكمال وريت سكاري يستماس أمور نسنت. ثورة في المثال ثلثان والنصف. صافي الأختان سعانت 2 على 3 في استماثين 2 تيير دوي. الزوج يسعى النصف، هذا
ثورة مثلا دو تير ان دومي النصف، ما إلا أنخدم ذي المثل 60 نتجور، 60 نتجور، نخدم مليون خير، 60 مليون باش هذه سهل، 60 مليون. ما إلا اللي دو السوراكي يعني الأختان في كيسنت دو تير 60 مليون، شحال؟ صاحيتو هذا 40. نورمالمون اركازيس النص من 60 مليون شحال؟ 30. مالوريزمون ولاش 30 ولاش خص نتاع 10 صافي. ما نزور يستماثين في كاس نتا 40 مليون فهمت بدا انت تصرفت ادي سوار كازاكيني في كيش ويدي في ربي، ربي عطاني النص. الا قصت فيك النص، الا قصت فيك 30 صافي نسيك ديك نتاع 10. اما الى العكس ما نزور نفكايس يوركاز النص نفكايس 30 شحال دي قران؟ قالت 30 صافي خاص نتاع 10 ذا ثق شيشيناكي اشيني كنتي فكا اشوي فكا غير فكا ربي في كايس انت دو تير معناها 40 مليون صافي ذكور. وكوراكي يساد عمر بن الخطاب لا شو سنينا إني يسوع الزريغارة ويكزوار ربي ويكوخر لا أدري مانيش عارف. ثم يجمع الصحابة مشاورا غادي ندوي على الموضوع كي بعد التفاصيل من بعد ياسن أعيلوا المسائل، أعيلوا المسائل. موقوم يقارن العول. ما معنى كلمة العول؟ معنى الارتفاع من العلو. بعدين الزيت على الماء ما تخلط ضمنك الزيت ولا يلين الزيت الزيت على الماء يعلو الماء. من بعد شو خدمان؟ يخدم ذاكي اصل مساله دو تيري ان دومي صافي 6 دو يعني دو تير من 6 شحال؟ 4. أنت أن 2006 3 4 3 7 صافي يغال إن يكون في الطويلة أنفضوا 60 مليون على 7 ماشي على 6. غادي يصير ساونا سيري طابل وهذه السبوره ان شاء الله بوسات مثلا غنمشي نخدم ماذا طابلون غدا طاشونه انولا شويه لاقا خاطر نحويج الحسابات انف باللي فرا واحد فرا سيون السيستم يسميس العول. ادفكر مثال نظام معليش ادفكر مثال نظام ما ورقات ان شاء الله هتفهم. مثلا يولي جاد ثمطوث هادشي تبغى ذاكي الزوجه ارنو يجاد جده مثلا ايجاد اختين شقيقتين ايجاد اختين لام هذا ايجاد ثمطوثيس. اشها صورة ثمطوث بيسكو ولاش الورثه يعني الفروع تصورت انكار 1/4 الربع. جداس مادام ولاش تا يمات خاطر ما 3 يمات وثورثها راه جداس 60 نحبونا ويسيقارنا جيل ولاش ما 3 يمات مادام ولاشيت الجده تساوي انسيزيام في 6 1/6. ايجاد سنة يستمس تشقيقين مات عن اختين شقيقتين ساعات 2 تير 2/3. ايجاد سنة يستمس يماس دومي سور ولكن سي جا قماس لا اضورثنت انتير هاثني تساقي الفريضه كيخدم النوتير تساقي راه يدفك المفتي راه الامام بعد السفرض اصل المساله اتخدم ذاك سمحت لي ساقي نخدم كان فلاحي
هكا. أنوي ذي القاسم المشترك الأصغر 12 إلا كان والي مشطوح دوزة شفوثاس دوزة خاطر غير المقل ونو في اللي سميس البسط ونو في السري سميس المقام. لو كان مقل المقامات يعني مثلا نكتبها كي مثلا هذا انكار واقي فلا يسميس البسط واقي بدا يسميس المقام الكاتاكي المقام. لو كان وياك المقامات اش قال المقامات 3 4 6 3 أنا إذا مشطوح 12 كي أدن السفر السيس الأنصبة يجي بلا فيرجول بدون فاصلة ولا كسر. أنكار نتاع 12 صاحيتو هو شاطرين نتوما. أنسيزيام نتاع 12 2 صاحيتو. دو تير نتاع 12 8 صاحيتو. ان تير نتاع 12 4 يا ونجمعت تروا كدو ارمياس 8 ارمياس 4 17 الو نلا نسعى 12 ثولي المية 17 ذاكي ثورة اللي انت تصلي تكنيك تصل تقنية ترى نستخدم ثلثي 12 17 يعني كنت نغوي في الحاجة غريبة جدا في علم خلينا نقول عدان من خصائص علم الميراث أنه علم حسابي رياضي دقيق جدا. معناتها الصحابة سوف نغد خدمنا كل لي بروبابيليتي كل احتمالات الدنيا كلها. معنى داود الشغله ما كاين 100 200 ألف وقاعد يغير لي ماتيماتيك مليح اسين صفر دوك لي بروبابيليتي دو موند اكوك شغله نفضو الصين نفضو الدوني تاعو سوف غناضي كونكلوزيون يعني خلاصه مركزه عجيبه. ما هي الاصول التي تعول والتي لا تعول؟ لنت اصول لا تعول لا تقبل العول جامي يا ذلك جامي. هنا الإعجاز. لنت أصول تقبل العول زادنت تسالين ميذا في قدرية لين يوثز لنت قادي تسالين شفعا لنت قادي تسالين وترا. يمكن نزال شفع الوتر شفع ركعتين الوتر لنت قاد مثلا 6 ما تفيض 6 تعول شفعا وترا تعول إلى 7 إلى 8 إلى 9 إلى 10 8 شفع 10 شفع 7 وتر 9 وتر. ميلان ثقال تعول 30 تعول وترا لا شفعا مثل 12 إلى قد شغال 13 سي بوسيبل. الزمان شغال 15 سي بوسيبل مش جامي توغال 16 جامي توغال 14 ياكل لي بروبابيليتي دو موند ياكل نحوجه طابلو وزرا شو طابلاريين كما لا ادري مشيت تيماجينير وزرمي القادير مقارنه ديال السياسه كل المخرجين واليث اختار الحوايج ما فهمتكاش ماتريال لا تكنولوجي هذيك في بغداد غادي فغديهن لكن يا خير سما ثافست فلاح إذ كان ما إلا قال نكر ماشي مشكل. الور معناتها مركيني علم الفرائض 12 لو كان تعول إلى 16 معناه راك غلطان ما تشاور حتى واحد كبرك معناه راك غلطان الفريضة ينك تغلط. وللاسف اللي غنمثل كلتني عندنا بغاو حديث النبي صلى الله عليه وسلم العلم كي ذنسي العلم مزوره ذي روح اول علم ينزع من امتي. لذلك الان ساكن نسعى قرني مقارنه في علم الفرائض اذا يا جماعه الخير اين وقيوم السلام وقيس العول وقي ضرا ذي الزمان عمر بن الخطاب إلا العولة كان قالوا قدراني زرا ذي الزمان علي بن أبي طالب في منبر الكوفة يروح هذه الزالة يخدم الخطبتين
تسدي وتستقساف يشجع سيون ميساج يوثن الرسالة عجيبة يجاوبت في مقدمة الخطبة سيأتي بيانها كي نتحدثوا في موضوع العول عن المسألة المنبرية اللي هو عول أصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27 فقط في مسألة مشهورة تسمى المسألة المنبرية اللي صارت للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقيا يظهر ذي الزمان عمر بن الخطاب ذي نسل الصحابة اسمثني شاور وانت طبعا فرضي كبير إن ياسن مع الصحابة الذين كانوا معه إن ياسن أعيلوا الفرائض عمر بن الخطاب يكسغوا غور إلى الأبد كلمة يردون مثلا لذلك أن ذا العنصر وصل 4 اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم إلا إذا اجتهدوا في موضوع الرد العكس من العول تماما. مثلا سؤال هذا قد ما ستيلو يلا السياسي بغداد مثلا يوني يموت يجاد بنت يعني إيجاد يليس إيجاد بنت ابن إيجاد أم يموثيون إيجاد يليس بنت أتساوي نفس صاحب إيجاد يليس نميس يليس نميس إلا قاتي ذنف المعادلات ذات المجهول الواحد المعادلات ذات المجهول الواحد. القرآن يفذرد نصيب الثلثين ويفذرد نصيب النصف. أشو دين القرآن أديني لغة الحساب إناد أتورث النصف زائد أنزرارة ناقصين إيجال 2 تير. أكيد دين القرآن هذا شو دين القرآن إنات فإن كنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك ثلثا معناه 2 تير وإن كانت واحدة فلها النصف. القرآن يبذرد 2 تير كل 1/2 صافي ذاكي صافي اش سنالو ذاكي اش تورث بنت الابن ذاكي ثوار صحاب لي ما تذكرنا ذاكي توحيد المقامات برتي قراين واش تخدم ما عشان نجتاكي اديرو طابلو خاطر هاد الكلمه نسكيه انا معاه انا تلاميذ مجتهدون انتم مجتهدون الله يبارك انا يرناونا ديك انا قد يسفهم الشعب خاطرك باش نسفهم هكا سي الحاج ما ديكريون ذا الى قد تسفهم مضمون الحاضرين خاطر هو يقرا الرياضي لي ماتيماتيك يقرا تيكين يقرا 50 سنه ويقرا قسمه الكسر ويسن كي نجمع الكسر ميثاقي فيها خدمه ثاقي فيها خدمه يونيفرسيون اتيديون يكرد داك على بالي حاجه تتقلب يزرع حاجه تنقلب مول زرا شو يلان ناس ميش شفاو ثاقي ديجا الله يبارك الور ثاقي ادفض اعطيكم الصحه ادفغ هذا ادفغ 1 sur 6 ادفغ 1 6 مع انت تود نغالر ثاقي صافي البنت ساعه 1/2 يثاقي شحال ساعه بنت الابن 1 sur 6 1 على 6 ثيمات الساعه 1 على 6 ولا نسات هات ما هو المقام المشترك ذاكي 6 ديفيزي بار 6 نعم 6 ديفيزي بار 2 نعم صافي ولاش لا فيرغول شوال صافي ذاكي 6 النصف 6 شحال 3 السدس 6 يون السدس 6 يون يمين جمع 3 كذ يون 4 ارنياس يون 5 هاتي تبغى ذاكي
5 يقول ديون لولي زادن في قادري العول زادن ثورة العكس ثورة يقول ديون يقول هذا الخير ذا شان نخدم ذاكي ندم 5 كاس نسالي غير لا ذاك الحوايج طابلو خاطر تصف الخدمه قلان المهم ذي الاشاره كان باش نفهم في كذاك الصحابه اجتهدوا فيها اجتهاد الصحابه وقيد المصدر وقيوم السلامك ذي المصدر الرابع. اذن خلاصه القول اذن مصادر علم الميراث وعلم الفرائض 4: ألف القرآن الكريم، باء السنة النبوية، جيم إجماع الصحابة، دال اجتهادات الصحابة. وأعطيناكم بعض الأمثلة عن اجتهادات الصحابة فيما يخص تقريرهم لقواعد العول وقواعد الرد. ثورة نروح إلى خامسا رابعا ثورة خامسا النظر التركة وأحكامها. التركة وأحكامها ثورة الشبدي تركة يوث ألف التعريف بها. تعريف التركة شو معنى التركة؟ المعنى ما يتركه المورث من أموال وحقوق مالية. أين كديج بنادم اسم التركة يجد ثمورث يجد تسمورث يجد تحانوث يجد دخام يجد ذريمن يجد تراكتور وقياك اسم تركة يجد ديون يتسلس أتفضل يتسلس يوي الغاشي الورثة مرا يمث وناسني يموثن ذنيثنا رحنا كاين الفلاني فان غجدين غير ما يموت يتسلس ولا تخلص صافي سعان الحق هكا ذي الورثة راه وين وليت كان مما كابيتال ديسيا وكل شغل كاب ماشي نساوس الفريضه غلا هذه من ساعه يدير من ديال البنكه ماشي تفري لك الفريضه صافي الفريضه ياكي ضروريه انديسبونسابل الا قاتني السن مقارني السن يعني حد معقول من المعلومات باش بادم هذه يفهم. انا نهضر ميم الكوتي جوريديك من بعد ماشي ساكي ولكن غير زاد ميم الجانب القانوني نهضر في الناس ثورة نروح كان تساوي ايوثيوث. اذا الف التعريف تاع سلاماس. الآن باء مكونات التركة مشتملات التركة ذا شو كي يورث المدن واحد ومقارن الأعيان المالية. الأعيان يعني ما هي الأعيان؟ أعيان المورث المالية معناه يسل المنقولات والعقارات. المنقولات يذريمن كنفغون لان يذريمن طوموبيلات كاميونات تراكتورات الى اخره. من بعد نوع العقارات في حونه اكل في زمرين في نقلين نقول ساعه في زداين الى اخره وكذا ياخذ العقارات هكا. 2 الحقوق الماليه المحضه. المراد سيس الديون للذات. الديون يتسلس وين يموتني وياه ماشي دا يتوالس لا ان دا يتسلس نتسا يتسلس يدريمن يتسلس شو يتسلس الورثه ادسن السثرن سعن الحق ذي الشرع السثرن اين يتسلس وين كني سن يموتن ذا سن جدي سن دعم سن قال سن سا ديبون يما سن الى اخره يعني يويا. 3 حقوق الارتفاق. اش المعنى حقوق الارتفاق؟ مثلا نكوني 3 يذنغ ذات مثل اسمي الله ذاتنا يفكا افريد يكونوي تعديم افريد تعديم عادي ذوكايلا نغا يفكايونا افريد اسمي موت ذاتنا نكوني اثمثا نجمع نغلق افريد نغلقاونا افريد اي غير هكا ميدنا ما عجبا بابثون ترحم ربي جاي غافري كنوي اكونيني استقبالي ذاك بابثنا اثن اسم قبر
روح أكون في كبريت ساقي ذا غير وين شحال تلو في قدران سبت ساقي أنا عاميه ألور أين دي جفافك يجثيد يجثيد إسعى الحق ألور نكوني ذا خلوي أتورثم غاس نفكث باباتنا إيفا فاثون نقرب ثورة نكوني أخني تزمر أفريد خلوي لحقا ولا سعدين تورثم ثيد أما ذا فريد أما زمان أما تريسيتي أما أكوين عدان ياكو وصرا ما شحال بوغورا يدينو الفان يري مذانا السباذوا يمور فهمنا راه أشد الناس شرعيف يوغال كل يخدم الرئيس انت اين تورث دايم حقوق الارتفاق ياكو في 4 خيارات الاعيان اشو معنى خيارات الاعيان ما يليون يبغى دير ثفركه اشياء يعني يشرض فينا كني راسي زنزن إن يساي الزنزض مثلا 500 متر ولكن أفغيغ أكل إتجارة يعني أكل يصلح لي تجارة تنيغوسي باباتنا غيموت ما راه نروح نكمل كان النيغوسي كيف وغدي تسكر وينا أكل تفلاحت السيني رجو باباتنا يشرضاك إن ياك أكل التجارة يصلح لي تجارة إلا واكل يصلح لي التجارة إلا واكل يصلح لي تنزدوغ في السكنة إلا واكل يصلح لي تفلاحت صافي أين كني دينا باباتنا أنطف ديكس وين كني مغدي الزنزانة كلا كن في بغا باباتنا أنحبس العقد أي غار خاطر يختار لو كان والله الطوموبيلات باباتنا غيختار مثلا نوع من الانواع بلا ما بدا حتى نوع باش نخدم راه بيبليستو ليوث يختار نوع معين طوموبيل يختار الى قذوينا كان انا نسوثر نكوني صوف ما نبغى انا حبس الشرط النيه نيغوسي معليش ولكن تولي غير الزميره غادي يحتم اين يبغى نسى لا انا حس نبغيني باباتنا خاطر يخدم الشرط في كذلك خيارة الأعيان أيضا سيأتي بيانها من خلال الرد على قضايا الناس القضايا الواقعية خاطر سنخصص أوقاتا للنظر في القضايا التي أفرزها واقع الناس يومها سنحل إن شاء الله كل هذه القضايا طبقا للشريعة وكذلك للقوانين المعمول بها ثورة أما الحقوق الشخصية المحضة فلا تقبل التوريث كالحق في الحضانة الحق في الولاية الحق في الوظيفة مثلا ليون ما إلا يموت انساد الحاضن وريزميرا ديال سمي صدغي اللي ساكنين كتفغ الحضانة قوم كانيس خاطئ ترتيب إلا ديال الحضانة كان يقول لا ثورة مثلا ديال القانون تموت الجزائر القانون 84/11 المادة 64 هناك الأم أولى بحضانة أولادها وبعدين خدم الترتيب الارتيكل 64 والزمالة تنغالف استمغلي القانون والزمالة ديال السيون اللي حرق لاشين هذا يبدل خاطئ الوظيفة يون لا يخدم يسعى الوظيفة ماشي ميقموثة ديال سمي ساكيني أطفغام كان بابا خاطئ نهضر شو دينا الشرع فرما إلى ذي النظام مزرارة نهضر فين دينا الشرع خاطر الوظيفة تعتمد على المقومات الذاتية للشخص مثلا باباك في الوظيفة ني خاطر ذا جونيور ديال الارشيتكتور انت ارشيتكت ادي سميس خاطي هاك امشي راه تفهم كاني الخدمه اللي في كاس على راسها مسنيس غادي يكون اكسبير فونسي اغري ديال لا جوستيس اكسبير فونسي خبير عقاري ديال لا جوستيس يموت صافي داس الوراويس يودي سنادي طفى ثا ماشينت غادي يروح لا جوستيس سيني ثلاثيه ذا الساول ذنك كانت ديزينيه مع الخدمه الاكسبيرتيز اسيني شينا شو كيون شو كشيني اسيني كيني ذميس الاكسبيرني موثنا كني يخدمني ذوان
ثقي الحقوق الشخصية تعتمد على المقومات الذاتية للشخص، صافي لا تورث ولا تورث. أين تورث؟ اليوم راه قلنا أظن أما كدنا العقارات والمقولات إلى آخره. ثقي ثورة ألف نفهميه، باء مكونات التركة نفهميه، ثورة جيم الحقوق المتعلقة بالتركة. التركة قبل تنفضوا ولا قد تنزيز ديك وقيل المبدأ لا نوزع التركة على الورثة إلا بعد تصفيتها. أتنزيز ديك أم كتنزيز ديك صافي ثورة مثلا لدنو غنكوني يموت بابا الأخ فلاس يعفو ربي يعفو ياكل ميتنا مرة قبل نفضل تركة نكوني ثورة سواليمة إلا كان زيز ديك التركة ثم زوالو ثاك واحد أنكس نفقة التجهيز المشروعة، نفقة التجهيز يعني بالك يموت ذي الخارج إلا قدر يكوني راه يخلص لافيون تيداوي هلا صافي نكوني إلا سيذرمني ينس تركة ينس ديه ماشي ذرمنيك ماشي نكوني يذرمني سنة ساعة يزمر يونديون غادي نطغي كيما مثلا كايني ذنك راه يخلصنا وكل فري كيعين ربي جزاك الله خير، ولكن شرعا انسي نصرف له السيد ذريمن دي جلسه. نفقه النقل، نفقه الكفن الكفن الني اشبحان في قاعد تنظر الشرع كي قال لا ميزمر ديني ولكن الكفن بابا ينو بارك الله فيك سكذري منيك كيفارك ربي مي لو كان غير هو دورو تنسكر ديال الكفن الحق النغ ادنا غير الكفن سيدري مدي جابتنا هذه نفقات تجهيز مشروعه. مثلا ما الا غسلني الا قات نخلص وان كان كاين سلمه الحمد لله يعني اشتكي نغولي تغيزين نكوني الامور الحمد لله نحمد ربي نشكر في كل وقت ديال الصحراء غتغيزو خاطر الناس غاشي تمنافسنا وكا في الحسنات وكذا الله يبارك. سي هذا كاع المقصود نفقه تجهيز المشروعه غادي نغ المشروعه باش ودي نتقرا يونسيك مثلا غاكي نرجو الا قال نج 50 مليون اثن تنجي نكتب جرنان نكون اقور اسواس نخدم ذكريات النين لا غادي نجي 40 مليون اس نخدم الماربر أزكيس إلا قصد نخدم الماربر لافايونس واش نعملو الكرياج واش نكتب دينا إيسي غوبوز نكتب بيان ونكتب الآية إنا لله وإنا راجعون لا خويا العزيز ونكتب الآية ونكتب بينهم ونخدم الماربر ونخدمو كذاكي لا لذلك نخدم المشروع. اثنين قضاء الديون. ما معنى قضاء الديون؟ المعنى يس أي يتسوالس باباتنا يساد يونا كي نرجو يسوفغ دو ريكونيسونس دات اكيني تسالس غير باباتون نغ بلا الكاغوض نزرى باللي باباتنا غا كدوم دا كوليس سعاني في العلاقه شكيت بلا الكواغاض كي نرجو سمحتي باباتون تسالس غاس 400 مليون صافي ونفضوا يا التركه غير ما نخلص وكذاكي ربي دين القران من بعد وصيه توصون بها او ديون ويجي قاص ديون العباد الا غلان ديون الله. ايش المقصود ديون الله؟ معناتها الزكوات اما الا باباتنا وريخ شوف غير الزكاه شوف غير سكوس نمشي نخدم كوني يوضد باش هذه السفغ الزكاه وتي السفغانه خاطر نكوني مش مسيح ليك نكوني مشغوليت او سي في الروايو سي في الروايو يعدل ديليني الزكاه يزيد في سكواس اش نخدم ارجو ايجاد 400 مليون ان السفغ الزكاه 400 مليون مضروبه في 2.5 على 100 2.5% وربع العشر ان السفغ 10 مليون 10 مليون اثن السفغ اغد قولي 390 مليون تنبض اما الا يخدم النذر ماشي كان الزكاه النذر
انسى يخدم النذر ذي الحياة سيسا إن ياسنكيني ما إلا يقدر ربي كذا وكذا الثنذ في غزقر إثم عمرت أذرنو 5 خرفيا يهليلا أذرنو أذفك سيني مليون للجامعة أبي على زواوي مدينة جديدة تزيوز كذا النذر نكوني أثنخلص أثن السفر خطر ينذر نعم النذر ولو تجاوز الثلث النذر ولا تجاوز الثلث إفكا النذر ما إلا من كفى الديون للدات الطلبة خلاص داين أما الطلبة يسترس ربي أما الطلبة يسترس العبد غاديني غوالاكي خاطر لا يكرق مذانا ما طلبة مذانا تخلصن ماذا العشورة كاين الله يسمح يا ولدي زوير ذي باباك زيز ديث وإلا قارن تحزيفين كونين إلا قال خميمين باباتنا خاطر في كل غير في العقل نسوالي كان نكونين فساد المس الحرف الثاء الصورة يوثه ثوثة الروح يساعد المرثى لا تستسن الورثة كل يونا كان يتمني يونث يطيس ديال الكفر يونث يطيس الطوموبيل يونث يطيس حانوت شحال تحونا أتطفني كرا الورثة 20 سنة بعد الموت باباس أنا عاميه أي غير هناك ذيك مثلا غنقران نقدريث يخدم الرئيس من مين نروح نفضو شو كل هناك إلا قال لي ثمثل ثاقمات إيه صح خويا ناخذ ثاقمات نكون نقيم نحرز ثاقمات نسي خدم حانوت مراد ياس الوقت نظل فنفضو عشان بون حانوت فاقي أين كنت تسكشم حانوت وثلاث مرة ولا دورو إذ غنبذل بعد نكشم الكيرة إلا قاعد تفروما طاس الكيرة ثاني يضرب إن شاء الله بالخير إن شاء الله بالخير ولا شو ندورو ساعة يفرق من المية نكفى الديون زايد في ورمحتي ثلاثة تنفيذ الوصايا تستمر في حدود الثلث إن ربي سبحانه من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية يوصون بها أو دين بمعنى أن تطبق الوصية في حدود الثلث بدون موافقة الورثة ما يوجد 60 قطار نبكال إن دا 20 أنتيار ثلث أثفكا يسفيطر نغي المدرسة نغي السداويف نغي الجامع نغي معمر نغي كليل نغي مغذان إلا كنطبق ليكزيكسيون لازم نطبقه في حدود الثلث ولو كان سنيج 21 قطارا يرنا قطار زيادة نطبق كان 20 يونني ألا ما نستنيان كوني يعني 20 تطبق بقوة الشريعة أقطرني موقوف على إجازة الورثة إذا أجازوه نفذ وإذا ردوه يرد لا يطبق تنفيذ الوصايا ناخذ الوصية ماشي الوارث تسلم الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أم بعد مين كفاية كوكا ثورة ركاز ديث ثورة يالله يثمثل نخدم لانفونتير نديرو جرد التاركات نديرو التاركة جرد التاركة كل شيء أنفذو أكل ثم زرت بابدا ثم زرت فلا إلى تنحسب يثيوث من بعد من فوق كانوا غال سخاما من فوق كانوا غال طحونه من فوق كانوا غال طومبيلات من فوق كيدري من انظرك واش ديجا من بعد انو غال داخل ماتريال بخام في خزانين فريجيدير كلش كلشي تريكا اي غير ما نظرك كلشي تريكا ما نبغات نجيون سلفغي بغيت تسالسوا له يون مي سلفغي ثورة كان كيف كان مستفهم اسنجي مثلا اسنجا خام كومبلي اسنجا كشو المثل علاش انا مستفهم كيفاش اكنج كذا وكذا اتمستفهم مثل من كيني كذا وكذا عادي ما مستفهم مي لا كنزر بالوجه التريكا ولا قالت سيدي الحيله في حرشي نغشطاره خاطئ الى قلا ترونسبارونس الشفافيه كل شيء هذا ذينا أن نطبق الفريضة أن نروح للقرآن
أن نروح على السنة، أن نطبق الفريضة ربي سبحانه عز وجل. الساقي اللي خاص نطبق، خاطر فلاس راه تحاسب يوم القيامة. ما إلا ونخدم راك دينا ربي نخلص، ما يولي نستخدم الحيلة هذه خلص يوم القيامة. وإن شاء الله ربي يوفقنا في قضايانا في الدنيا لا في الآخرة. ثورة أن نروح ذي القانون المادة 180، قانون 84/11، القانون تواشلت إديفغان ذي 9 قوقور رمضان 1404 للهجرة، يوفقا 9 سقوقور نجوان 1984 المادة 180 الوا 94 الكود دو لا فامي الارتيكل 180 180. ذا شو دنا المادة؟ يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي: 1 مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع. يعني القانون ما شاء الله لكن درنا الشريعة يدينا هذا. في سنة الديون الثابتة في ذمة المتوفى، أي غدينا الديون الثابتة التي تثبت بجميع وسائل الإثبات. 3 الوصية تستمر، تطبق الوصية تطبق. في 4 إذا شو دينا بعد 3 بعد الوصية، فإذا لم يوجد ذوي فروض نروح الورثة. من بعد الباقي حق الورثة. من لم ذوي الفروض نروح ذوي الفروض. ما ولاش من بعد العصبات أو عصبة آلت فإن لم يوجد ذوي الفروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام. ما ولاش أصحاب الفروض ولاش العصبات تروح ذوي الأرحام. فإن لم يوجدوا ما ولاش يكون كذاكي آلت إلى الخزينة العامة، تريزور بوبليك، هذه يروح الخزينة العامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.